السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي راح اليوم نزين الآلة تاعي اللي راكم تشوفوا فيها كريكيت ميكر 3. راح نزين في هذه البلاصة وراح نكتب بسم الله الرحمن الرحيم مع هذا الفينيل بروميوم اللي راكم تشوفوا فيه ميتاليزي. اول حاجه واش درت، نحيت ان روبون ولا سفيفه ولا كما نقولوا السطح اللي راح نخدم عليه. اول حاجه كما راكم تشوفوا حددت النوعيه تاع الفينيل، حدد ثاني درت الطابي اللي راكم تشوفوا فيه الفيغ. اول حاجه باه تجيكم بسرعه في نوعيه الفينيل نضغط على هذه الكلمات ونحوس ولا ندير في الغوشيرش اسم الفينيل اللي راني شريته اللي شفتوه فينيل بروميوم ميتاليزي. هنا نحوس عليه لانه قائمه طويله. كريكيت عندها بزاف انواع من الفينيل، من الاشياء اللي نستعملوها في هذا القص. هنا كنت نحوس عليها كامل حتى نلقيت لازم تلقاو نفس الكلمه اللي مكتوبه على الغلو ولا على الورقه اللي شريتوها تاع الفينيل، يعني هي انواع وانواع تاع كريكيت. هنا لازم نحوس فينيل ولا نحوس بروميوم فينيل اللي راني لقيته هنايا اللي راكم تشوفوا فيه هنايا. راني نوري لكم بصبعي معناتها عندكم بزاف الانواع، لازم ديروا هذا النوع اللي وريت لكم في الغلو المره الاولى. ومن بعد ما نحدد نثبت ندير كونتينيو، زعما نواصل في العمل تاعي. على بالكم بسم الله الرحمن الرحيم راني لقيتها في جوجل، لازم تعود غراتوي، ما تعودش جابدينها من واحد معناتها اللي مش سامح لكم تدوا العمل تاعو الا اذا شريتوه. هنا راكم تشوفوا لقيت نفس الكلمه راني وريت لكم هنايا، ونحدد لكم باه المره الجايه كي تخدموا مع حوايجكم ولا مع لي غلو تاعكم تعرفوا واش ديروا. اذا ما ثبتوش نفس الكلمه معناتها القص ما يجيكمش مليح ولا الكلمات ما يتقطعوش مليح. المهم هنايا راني درت نسخه واحده ودرت ديكوب دو باز، درت واحد كما راكم تشوفوا، يعني ما قطعتش على بليزيوغ فوا، معناتها كلمه واحده بسم الله الرحمن الرحيم تكون قاطعه في الحواشي. هنا بعد ما وصلت كامل نروح هنايا الطابي، يعني كريكيت تطلب مني اني ندخل الطابي باه كامل لي زانفورماسيون اللي درتها في الاورديناتور من الكلمه، من نوعيه الفينيل، من لا ديمونسيون زعما الطول والعرض تاع الكلمه. هنا راكم تشوفوا في الاورديناتور معناتها المعلومات كامل فاتوا لكريكيت كما راكم تشوفوا هنايا. وهنا تقول لي ابدا العمل تاعك، هنا دير لي بلاي معناتها الطابي راه واجد، الكريكيت راه واجده، المعلومات كامل وصلتها. وهنا كما راكم تشوفوا العمل راه اونكور. هنا بدات يعني العمل تاعها بعد ما دارت كامل في الحاشيه في الطول وفي العرض، معناتها حدت العمل تاعها اللي طلبته منها ولا اللي درتو في الاورديناتور. هنا بدات تكتب لي بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما حددت نوعيه الفينيل، نوعيه الطابي، معناتها نوعيه القص لازم يكون اوتور. ثاني كيما راني نخدم على الفينيل معناتها القص يكون مع لي لام اللي راح فوغني مع كريكيت ميكر. كما راكم تشوفوا هنايا راها تكتب، هي اللي تحدد الكتيبه تاعها من البدايه او النص او النهايه، يعني بعد ما قرات كامل الكلمه. هنا الديكوب 100% وصل، معناتها راكم تشوفوا في الكتيبه تاع بسم الله الرحمن الرحيم راح دير فيها معناتها كامل معلومات داتهم. هنا راني نوري لكم كيفاش راها تخدم. اخواتاتي هي كنت ظنيتها صعيبه مره الاولى قبل ما نشريها، كما على بالكم درت عليها فورماسيون، درت عليها يعني كنت انفيتي توت لا سواري في المحل اللي شريتها من عنده كولتورا كما على بالكم، والحمد لله لقيتها سهله، يعني كل مره ندير بها حاجه حتى تعلمت منها وفهمت الديفو منين يجي، كيفاش نحدد الماتيريال اللي راح نخدم به. والحمد لله هنا نشجعكم البنات اذا كنتوا حابين تخدموا بها ما تخافوش، يلا
أصدموا أصدموا ربي معاكم إن شاء الله. هي الخدمة من البيت ما شاء الله، مرة زوج تعلموا اللي رايحين تخدموا بها للأعراس، للحفلات، لي زانيفرسير، لي كارت دو فيزيت، أي حاجة حابين تخدموها يعني ديروا الأمثلة، ديروا لو موديل عليهم و يعني ديروهم في السيت نتاوعكم. اللي يحب يعني يتواصل معاكم ويدير لا كوموند يقدر. هنا كما راكم تشوفوا الطابي راه كملت الخدمة تاعها، يعني كريكات راه قصت كامل المعلوم. هنا كما تشوفوا رجعتني الكامل المعلومات الأولين، معناتها هنا راكم تشوفوا الكتيبة، شوفوا راني دورتها بالعكس. هنا شفنا بسم الله الرحمن الرحيم. كاين خواتاتي الكتيبه اللي تعود رقيقه تجيكم الصعيبه كي تعودوا تنقوا فيها ولا تنقلوها مع الناقل الشفاف. هنا بعد ما كملت جبت الطابي تاعي درت تغميني، معناتها الخدمه راها كملت. باغ كونط ما تخرجوش من هذه الواجهه اللي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم باه تشوفوا واش تقطعوا واش تدوا معاكم للتزيين. معناتها اي حاجه تكون رقيقه ما تشوفوهاش في الاورديناتور راكم تشوفوها. هنا كما راكم تشوفوا خواتاتي نحيت هذاك الشريط اللي مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقطعوش على الطابي اللي واش تسحقوا. هنا ثاني ما تنساوش الطابي رجعوا لها البلاستيك تاعها، يعني البروتاج تاعها باه يبقى لاصق، لانه الطابي هذا فيه لاكول. واش تحطوا من اوراق يعني يلصق لكم باه ما يتحركش في الطابي. مع الوقت راح يخسر لكم، لكن اذا كنتوا تنظفوا فيه كل مره يعني وترجعوا له هذاك البلاستيك تاعو راه يبقى بروتيجي. هنا راكم تشوفوا جبت الورقه، كاين في هذه الورقه واحد الفيد اللي مش مكتوب فيه. انا واش درت له قبل ما نوصل هذه الكلمة؟ حضرت به يعني به نضغط الكلمة باه نخرجها تعود في الفيلم ترانسفير. وعندي هذاك كيفاش نقولوا لو كروشي باه نجبد الكلمات ولا نقي به الكلمة. المهم كما راكم تشوفوا هنايا كان عندي هذا الفراغ اللي ماهوش مكتوب. البنات تعرفوا الفينيل راه غالي تاع كريكات. واش درت؟ نحيت هذاك الجهة اللي ماهيش مكتوبة باه نخبيها، نقدر نستعملها في حاجة واحدة، في كلمة قصيرة أو في رسمة أو في نقاط أو في فيرغول. نقدر أنقص بالماكينة ولا بالكريكات، نديرها في الطابي وتطبع لي وتدير لي عملية القص نورمال. المهم كي تبقى لكم هذوك لي شوت ما ترموهمش، ديروهم في كلاسور يجي نهار اللي تسحقوهم. هذوك تشوفوهم زعما غوبون طويل ولا صغير ولا المهم تسحقوا اي حاجه من الاوراق هذه لي فينيل اللي ما همش يعني ما تستعملهمش في القص. هنا كما راكم تشوفوا راني شديت اون بارتي كما راكم تشوفوا هنايا نسحقوا خبيتو باه نسحقوا في المره الجايه. هنا واش نروح ندير؟ نروح نجيب الفينيل اللاصق هذاك لو ترانسفير باه كي نقي الكلمه هذيك بسم الله الرحمن الرحيم تبقى لي غير الكلمات اللي راح نلصقها في كريكات اللي راح نزين بها وتشوفوها في نهايه الفيديو. رايحه تعجبكم بزاف بزاف. تقدروا تزينوا بها لي كادر، تقدروا تزينوا بها سياره، برك تغيروا الالوان اذا كانت سياره تاعكم مثلا في الاخير كاينين بكري يديروا بسم الله الرحمن الرحيم يديروا باللون الابيض او اي لون تحبوه ولا ترانسبارون ولا مهم اي حاجه حابين تزينوا بها. تخيروا اللون تاع الفينيل وتخيروا ثاني لا فاصة اللي راح تحطوا عليها اسكو هي زجاج اسكو هي قماش اسكو مهم كل حاجه راها يعني مع الوقت اللي تعلموا فيه راكم تعرفوا اي حاجه تاع فينيل اللي نستعملوه في القماش او في الزجاج او في غيرها من او الخشب او غيرها من الاسطح اللي نخدموا بهم هذا الفينيل. هنا خواتاتي راكم تشوفوا راني نقي في الفينيل لحساب الطول والعرض تاع بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله كي لصقتها في كريكات جاتني روعه. من بعد تشوفوا ابقى برك نهايه الفيديو هكذا تشوفوا العمل على السطح اللي خدمت عليه.
هنا كما راكم تشوفوا هذا لو ترانسفير اللي راكم تشوفوا فيه هو اللي رايح نقي الكلمه ومن بعد نحطه على الكلمه اللي نقول لي الكلمه. ما تنحوش بالاصابع تاعكم خواتاتي كي تنقوا كامل الكلمه، ما تنحوش بالاصابع تاعكم لانه الفينيل قادر يعواج لكم، قادر يتكسر لكم. لكن مع لو ترانسفير يعني هذا الغلو تاع الشفاف هو اللي راح تحطوه على الكلمه وترفعوا به الكلمه كما راها. معناتها الفراغ لما بين الكلمة والكلمة يعني ترفعوه مع النقل. هنا خواتاتي كي تبغاو تنحوا الكتابة تاعكم كيما راكم تشوفوا، لأنه في بعض الأحيان النقاط هذوك يترفعوا مع الفينيل اللي راكم رايحين ترموه. حذاري يعني عندكم الاورديناتور تشوفوا الكلمات الرقيقة هذه، يعني الضمة والفتحة والكسرة النقطة كامل تشوفوها مع الاورديناتور، لأنه كي تعود فينيل مثلا هذا كامل لون واحد كاينين حوايج اللي ما تشوفوهمش كيما هنايا هذو بديت نقي فيهم من الأخير. يعني الميم النون النقطة تاعها راحة جبتها، يعني أي حاجة تشوفوها لازم مع الاورديناتور الكلمة اللي درتوها في الاورديناتور معناتها ابقاو شادين هذيك لاباج باه تخدموا عليها ثاني. هنا كما راكم تشوفوا اخر التنقية اللي نقي فيها هذيك في الهاء في الميم في الضمة أو في الكسرة اللي راحت اللي رجعتها. يعني كما قلت لكم خير برك الكتابة اللي تعود شوية خشينة باه ما تروح لكمش في الفينيل اللي رايحين ترموه. كما الميم تاع بسم الله الرحمن الرحيم هما دايرينها الرحيمي، يعني هذيك الكسرة تاع الميم في آخر الكلمة اللي نسيتها ما فقتلهاش وما خرجتليش في الكتابة اللي راكم تشوفوا فيها. هنا جبت الفينيل كما راكم تشوفوا الفينيل ترانسفير دو ترانسفير ولا ترانسبارون هذا فيه كما لي ريغل يعني كما المسطرة اللي راكم رايحين تشوفوا فيها يعني تكون الكلمة على سطر واحد. هذه اللي حبيت نقولها لكم. كما تشوفون الكلمة تاع بسم الله الرحمن الرحيم على ما اظن اللي كتبها ما دارهاش على لا لين واحده، عليها جات شويه واحده مرفوعه وواحده يعني هابطه. هنايا كما شفتوا بديت مع البسمي جات في لين واحده الله شويه جات هابطه ومن بعد في الرحمن جات قد معناتها يعني الكتابه كان شويه ما يعني فيها واحد الخلل. هي كي درتها في كريكات هي اللي شفت هذيك الكلمه طالعه وهابطه. كما راكم تشوفوا هنايا كي درت لو ترانسفير بديت وانا اول مره نديرها هذا الكتابه كنت شويه خايفه عليها قلت في راسي بالك الفينيل هذاك اللون تاعو يروح لي لحكيته بزاف زعما كي نحك بزاف ولا نضغط بزاف على الكلمه قلت بالك تروح لي لا دوغي تاعو. كما راكم شايفين كنت نح في الترانسفير وكان واحد الكلمه يعني في بداية الكلمة كانت لاصقة ولا النقطة هذيك ما تنحتليش لأني ما ضغطتش بزاف كنت خايفة من الكتابة لا تخسر لي. لكن هي أول مرة نتعلمها ما أنا نقول لكم اضغطوا ما تخافوش اضغطوا بليزيوغ فوا هكذا باه كامل الكلمات تخرج لكم مع لو ترانسفير ولا مع الناقل كما تقولوها هذا الشفاف. المهم الكلمة اللي فهمتوها من عندي أنا نحاول نوصل لكم معلومات قد ما نقدر لأني نحاول كامل تفهموني في أي البلدان العربية تفهموني عليها. دي فوا ما نلقاش الكلمات اللي نقولها لكم دي فوا كما نلقاش نقولها لكم بالفرنسية الله غالب إذا ما فهمتوهاش ديروا لا تراديكسيون. المهم خواتاتي هنايا رجعتها وبديت نضغط عليها هذيك اخر الكلمه لاني ما حبيتش تنصلي. هنا خواتاتي راكم تشوفوا فيها بعد ما نصلت ولا بعد ما نحيت كامل هذيك الكلمه بالترانسفير ولا بالناقل الشفاف اللي راكم تشوفوا فيه رحت لصقتها في كريكوت اللي نزين بها ما شاء الله. كل ما نفتح نلقى هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم افتتاحة خير إن شاء الله. كل ما نخدم حاجة نبدأ بسم الله على بركة الله ثاني يعني في التزيين زدتها الله في الجهة اليمنى يعني ولا تهدر عربية هذه الكريكات مهم اخواتاتي دخلت الإسلام شاهدت ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. المهم راني نضحك معاكم خواتاتي والله زينتها بالكلمات
العربية أو بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما نبدأ خدمتي ونحلها نتفائل ونقول يا ربي ارزقني ارزقني قد ما راك رزقتني، زيدني خيرا وزدني أموال، كيفاش نقولوا حنايا، أموال حلال إن شاء الله. إن شاء الله أكون في حسن ظن الجميع. هو عمل ليا من بيت، لكن إن شاء الله كامل البنات تستفيدوا من الخبرة تاعي نفوتها لكم، تعرفوني جامي نبخلكم. اللي يعجبها الفيديو ما تنساش تشترك، اللي دخلت أول مرة تشترك في القناة كما العادة. تعليقاتكم المحفزة تحفزوني في المشروع تاعي، سواء في الخياطة أو في هذه لا بيرسوناليزاسيون تاع الأشياء. إن شاء الله كل ما ندير حاجة نحطها معكم. خواتي خواتاتي، بهذا الفيديو إن شاء الله يكون خفيف عليكم وما يكونش طويل سمحوا لي بارك. نستودعكم في رعاية الله وحفظه. نتلاقاو معكم في فيديو آخر إن شاء الله. كما راكم تشوفوا هذه هي الريزولتا، ما شاء الله. إذا عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي تعليق برك بلي جات شابة ولا لا. المهم نستودعكم في رعاية الله وحفظه في فيديو قادم إن شاء الله. باي باي.